أهلا بيكم، معاكم شريف المصري وعينا أمين. الحلقة رقم 3 في موضوع الصداقات. إحنا ليه اتكلمنا في موضوع الصداقات؟ لما لمسنا ما ليها من أهمية، لما عرفنا من الدين إن الناس اللي توفت هتتمنى إنها ترجع الدنيا تاني عشان بس تعمل صداقات. فقلنا نتكلم في موضوع الصداقات، وبنحاول نقول صداقات سهلة وميسرة ونقدر كلنا نعملها، وما تبقاش بالنسبة لنا مجهود ولا مشقة ولا تعب ولا أي حاجة خالص. هنقول من ضمن الصداقات السلام على من تعرفه أو لا تعرفه شرط. إن أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبتسم كده في وش الناس وأرمي عليهم السلام. هو نوع من أنواع الصدقة. قد يكون صباح الفل صدقة، لأني مبتسم في وش اللي أنا بقوله، ابتسامك في وش أخيك صدقة. المهم إن ما أكونش بقول حاجة غلط. لكن طبعا تحية الإسلام أولى، لكن صباح الفل صباح العسل، ربنا يجعل يومك زي الفل إن شاء الله. كل دي صدقة ودعوات مقبولة إن شاء الله. كمان بيتقال إن اتباع الجنازة صدقة. مش لازم أمشي في الجنازة أكون عارف الناس اللي فيها أو أكون عارف المتوفي. كفاية إن أنا ماشي في جنازة بدعي للمتوفي بظهر الغيب، وأنا معرفوش، بتمنى له ربنا يرحمه، ربنا يعفو عنه، ربنا يغفر له، وبمشي في الجنازة. يمكن ربنا يسخر لي حد في جنازتي يكون دعائه مقبول وقريب لربنا، يمشي في جنازتي ويدعي لي وربنا يتقبل منه، ويكون احد اسباب ان انا اكون فزت يعني. سقي الماء من الصدقه. كانوا زمان في ناس بيحطوا ثلاجه ومعاها كوبايات تكلفتها عاليه، صيانتها كتيره، بداوا الناس يجيبوا كولمان كبير ويحطوا جواه ميه ساقعه ويفتحوه قدامهم ويشيلوه يدخلوه قبل ما يمشوا، بيبقى عمره اطول، او بيحطوا فيه تلج. اي طريقه، في ناس بيحطوا قله، اي طريقه، لكن عايزين على قد ما نقدر نحاول نحافظ على نظافه الشيء اللي احنا بنشرب منه وبنشرب فيه والناس اللي بتشرب. طبعا بيتقال ان من احسن الصدقات الصدقات على ذي القربى. الناس القريبه مننا، قرايبنا اللي من دمنا اللي من لحمنا اللي هم محتاجين، لازم ندور عليهم الاول ونطمن عليهم الاول ونغطي احتياجاتهم الاول، دي صدقه. سؤالنا عليهم صدقه، اهتمامنا بيهم صدقه، مشاركتنا همومهم صدقه. حاجات تانية كمان كتير. ان حتى يكون في ناس اصدقاء لينا احنا بنسال عليهم، انا بتصل عشان اسال عليه، انا بروح له عشان اسال عليه، انا مش عايز منه حاجه ومش عايز اوصل له غير ان انت حد مهم بالنسبه لي، فانا بسال عليك وبطمن عليك. انت مش لوحدك في الدنيا، انت معاك حد، انت في حد مهتم لامرك، انت في حد بيتابعك. انا موجود جنبك، حتى لو هو احساس وصل له وانا يمكن مش هكون هعمل كده، لكن الاحساس ده ان هو يكون مطمنه، دي حاجه كويسه جدا. دي احد انواع الصدقات. اطعام الطعام صدقه. بدات يبقى في افكار كتيره، ويبقى في صندوق في اكل نظيف خد منه ما يكفيك، صدقه. في ناس في الغداء، في العشاء، في الفطار بتاع رمضان، في الفطار بتاع الصبح، بياخد معاه وجبه من اللي هو كل منها في كيس مغلفه بشكل حلو، وبينزل اول حد بيقابله محتاجها بيديهوله. ممكن يكون زميله في الشغل، ممكن يكون صديقه، ممكن يكون حد ما يعرفوش غلبان موجود في مكان. لكن هي كل دي احد انواع الصدقات اللي احنا بنتمنى ان احنا نلتزم بيها ونعملها، وعلى قدر اهميتها اللي الناس اللي سبقونا الى دار الحق قالوا لو رجعنا الدنيا هنعمل صدقه. وكده يبقى عملنا الحلقه معاكم رقم 3، ونتمنى نكون استفدنا من بعض ومكملين ان شاء الله.